ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه النهارده؟ عملتوا غدا ايه؟ كل يوم كده نفكر بعضنا. النهارده كنت هعمل شاورما كده في سندوتشات، وبعدين قلت خلاص هعملها لهم في مكرونه بشاميل. هم بيحبوا المكرونه البشاميل اللي بالفراخ. ماما حطيت شويه ميه كده تتسلق. هي المفروض ان انا لو هعملها بالفراخ النجريسكو تبقى المكرونه اسباجيتي، بس كان بقى في قلم، فقلت خلاص مش مشكله هعملها قلم كده زي البشاميل، زي البشاميل العادي، بدل اللحمه المفروم اعملها لهم بالفراخ. مش لازم يعني تكون نسميها نجريسكو وخلاص. فالمهم هما كده كده بيحبوا حشوة الفراخ دي. حتى انا وانا هعملها هعمل برضو معاها سندوتشات في الاخر كده، لان في حد مش بياكل المكرونه البشاميل، فهعمله سندوتشات ايه، شاورما كده. حطيتها خلاص تسلق على النار زي ما بقولك، زي ما انا بعمل كل مره، نص سلقه وبعدين بغطي عليها وبطفي، هي بتكمل السلق بتاعها. جبت كده 3 بصلات متوسطين كده، هم صغيرين مش كبار، هم متوسطين، قد من المتوسطين شويه. هعمل فيهم يعني الشاورما. بلاش تفرميهم، يعني لو هم العيال مش هيحبوا طعم البصل او بيتضايقوا منه افرميه، بس هو بيبقى كده احسن مع الشاورما. مع حشوة الفراخ والحاجات دي بتبقى الطريقة دي في التقطيع بتبقى أحسن. يبقى كله متقطع كده، انت هتقطع البصل كده، الفلفل نفس الطريقة، الفراخ نفس الطريقة، فيبقى كله نفس التقطيعة يعني. وعلى حسب بقى، يعني اللي هما بيتضايقوا من الحاجات دي فروموها في الكب. افرمي البصل في الكب عادي، تفرميه بقى قوي، تفرميه مجروش، تقطعيه مكعبات، على حسب بقى هما بيحبوا ايه. عموما يعني الحاجات دي بتتدارى بعد كده، انت لما بتشوحيها على النار مع الفراخ او كده، او لو بتعملي لحمه او بتعملي حاجه بتتشوح، الحاجات دي بتتدارى. الا بقى وبعدين لما بتدخلها كمان الفرن بتستوي اكتر، فبتتدار اكتر مع الفراخ او اللحمه او كده. لو انت شايفه بقى ان بعد ده كله هما كمان بيتضايقوا، لا خلاص افرمها بقى في الكبه وخلاص، امرك لله. افرمها بقى وسط او قوي زي ما تحب بقى. المهم انا كده خرطت البصل كده والفلفل ده كان مكعبات، يعني كان معظمه مكعبات، ما رضيتش اسيبه طويل شويه. ال- البصل اللي قطعته جوليان وده مكعبات، والفراخ بقى هقطعها زي تقطيعة الشاورما، اللي هي الطويلة دي، اه التقطيعة دي كده متوسطة، يعني لا تخينة أوي ولا رفيعة أوي. عشان برضو خدي بالك، لو رفيعة أوي بتنشف ومبتبقاش لها طعم معاكي، بتحسيش ان هي فيها لحم كده معاكي. انا كنت بحس ان اللي هي طويله شويه كنت بقسمها على نصين كده واقطعها، بتبقى يعني شرايح شاورما متوسطه، يعني زي ما قلنا، لا طويله لا رفيعه كده يعني. متوسطه، انت هتشوفي معاك هتعرفي هتبقى ماشيه في ايدك قد ايه، زي كده مثلا، عشان لما تسويها تبقى ماسكه نفسها معاك وتبقى كويسه معاك. لا تبقى تخينه مش مستويه، ولا تبقى رفيعه تبقى ناشفه. قطعنا بقى كله بنفس الطريقه، اروح بقى اشوحهم على النار كانك بتعملي شاورما عادي، كانك هتعملي سندوتشات شاورما عادي. بس كده اولع بقى على النار احطهم. جبتها لك الناحيه دي بس عشان تكون الكاميرا جايباها كويس. سخني بقى اهم حاجه الطاسه كويس قوي، او الوك اللي هتعملي فيه او الحله. جربت واحده كده لقيتها سخنت قوي. المهم انت لما تسخنيها قوي كده ما تحركيهاش غير لما تلاقي الفراخ بدات تلون من تحت لون ابيض. بصي كده بدات تلون، فانا بدات اقلبها، حطيت لها بس فلفل اسود بس، مش هحط ملح في الاول عشان ما تنزلش ميتها، بس فلفل اسود بس كده في الاول. خلاص كده قلبتها واتشوحت خالص، احط لها بقى معلقه كبسه وخلاص. معلش، مكه برضه. معلقه كبسه كده بس، وقلب بهارات كبسه وقلبتها. هو بهارات بتاع فراخ. بس هنزل بقى، لو الكمية كانت كبيرة انا كنت هشيل الفراخ دي وبعدين احط المكونات دي. فالكمية مش كبيرة، البصل مش كتير، ولا الفلفل ولا الحاجات دي، فعادي انا عايزة ازود بقى حاجة بسيطة، لان انا كده كده لسه ادخلهم الفرن. حطيته بقى، نزلت معاهم كده تكمل بقى اللي هم بينزلوا، طبعا الخضار ده بينزل سنة مية. هيسوي الفراخ بقى، كده كده الفراخ ما بتاخدش وقت، هيسوي الفراخ بقى. ولما بدأ يدبل خلاص، انا وطيت عليها حاجه بسيطه قد 5 دقايق كده، تكمل سوا، بس ما بتاخدش حاجه، بس وطفيت عليها بقى وركنتها عشان زي ما قلت لك ما تنشفش منك. كده بتهيألي كان خلاص كده، كنت خلاص كده طفيت عليها، كنت هطفي بقى تقريبا عليها في الوقت ده، لان انا كنت وطيت عليها زي 3 4 دقايق بس مش اكتر، عشان انا مش عايزه الحاجه تنزل برضو ميه قوي، يا دوبك بس دبلت كده. يعني في نفس الوقت دبلانه ومصحصحه معاكا كده، بشوف لونها جميل. انا بقى في الوقت اللي انا كنت بكلمك فيه ده اللي كنت موطيه فيه. بس انا كده خلاص لقيتها بقى خلاص كده استوت. تلتين بقى كده خلاص، اطفي بقى النار. كده طفيت النار بقى خلاص، تبرد بقى شويه على ما اعمل البشاميل. كده كنت حطيت السمنه ده، حسيت ان هي كتير، شلت منها معلقه، معلقتين سمنه ومعلقتين زيت، او انت بتحبي السمنه بس او بتحبي الزيت بس، شوفي انت بتحبي ايه بقى. شلت بقى معلقه منها، حسيت ان هي كتير. كده الكميه دي مظبوطه، هنحط تقريبا حوالي كيلو لبن، لان الكميه بتاعه المكرونه دي هي زي 400 جرام كده اللي انا كنت حطاها دي، او اقل شويه. حطيت هنا 4 معالق دقيق. لو انت عايزه تعمليه بالنشا ممكن تعمليه بالنشا، لو انت عايزه تعمليه بالدقيق والنشا تقدري تعمليه بالدقيق والنشا خليط. ولو انت عايزه تعمليه على البارد، مش عايزه تحطي اي مواد دهنيه،
تعمليه في الخلاط. حط في الخلاط اللبن وحط الدقيق بتاعك، وممكن تحط معلقه زيت واحده، او لو مش عايزه تحطها ما تحطهاش، الملح والفلفل. وبعد ما تضربه في الخلاط هتبقى سويه على النار عشان الدقيق بس يستوي. حطها على النار ساعه ما يبقبق كده زي المهلبيه والحاجات دي تشيليه. احنا هنا عاملين البشاميل العادي، حط معلقتين زيت ومعلقتين سمنه، والتلات اربع معالق دي بتحطيهم على حسب بقى الكميه اللي انت بتعمليها. الكميه دي على حسب كيلو لبن. انا هحط زي كيلو الا ربع كده، واحط كوبايه ميه. تقدر تحط شوربه لو انت عندك شوربه. تقدر تحط مكعبات مرقه دجاج. انا حطيت زي كيلو الا ربع كده لبن، وحطيت له كوبايه ميه واحده. لو انت زي ما بقول لك بقى، تقدر تحط نص شوربه نص لبن. تقدر تحطي كله لبن. تقدر تعملي خليط زي ما انا عامله كده، تحطي معلقه كوبايه ميه، وتحطي مكعب ماجي اللي انت عاوزاه. انا حطيت للبشاميل ده ملح وفلفل اسود بس. لو انت لون الفلفل الاسود بيضايقك يعني في البشاميل او بيفرق معاكي، ممكن تحطي فلفل ابيض. لو مش بيفرق عادي، هي مش بصراحه مش بتبان قوي يعني ولا حاجه. وبعدين الفلفل الابيض مش قوي، ريحته مش قويه وطعمه مش قوي زي الفلفل الاسمر، علشان تبقى عارفه. بس لو انت اللون بيضايقك زي ما بقول لك، هاتي الفلفل الابيض عادي. بس هنا كان بدأ بقى يبقبق كده معاكي. ساعة ما يبقبق كده يبقى الدقيق خلاص استوى. احنا في الأول شوحنا الدقيق كويس لحد ما لونه اصفر كده، عشان ما يبقاش ريحته دقيق في البشاميل. ساعة ما لونه بيصفر كده خلاص، هو بيكون خلاص كده استوى كده. احنا سويناه. لو انت حاطه نشا او دقيق بيكون خلاص استوى. لو انت كنت عاملاه في الخلاط برضو وحطيتيه هنا، لازم يبقبق كده معاكي تتأكدي ان هم استوى. انا بقى جبت القالب اللي هعمل فيه. انا بحط في قالب صغير، اللي بقول لك مش كله هياكل بشاميل. تحط كده مغرفتين او كبشتين في الاول كده، وتحط نص المكرونه، وتقدر تحط بقيه البشاميل على المكرونه وتقلبها كلها مره واحده. اي حاجه انت عاوزاها. المهم انا حطيت كده ان مش كتير، فبقول لك فما رضيتش بقى اقلب. خلاص عادي، حط طبقه كده، وفوقها كده برضو كبشتين من البشاميل ده. ال الكميه دي مخلياها يعني ايه، متوسطه، ولا جوسي قوي ولا ناشفه قوي. شوف بقى انت بتحبها ايه. لو انت بتحبها جوسي قوي، كتر البشاميل شويه. وما تخليش البشاميل لو انت بتعمليه تقيل قوي، لان كده كده مهما كان خفيف هو بيتقل في الفرن، لان ده دقيق وبيتقل في الفرن، وانت حطاه على مكرونه على نشا، فكده كده بيتقل. فانت لو متقلاه من الاول هيبقى صعب معاكي، هيمسك في بعضه هيبقى صعب. المهم بقى كده حطيت الطبقه الاولانيه، وبعدين تحط طبقه الفراخ او اللحمه، او لو انت عامله سجق، او لو انت عامله خضار بس. الطريقه بقى يعني الحشوه اللي انت عاملاها. وحط بقيه المكرونه بقى كده، وحط بقيه البشاميل اللي فوقيه. الطبقه اللي فوق طبعا تبقى اكتر من اللي تحت. انت هتحط بشاميل في قلب المكرونه دي كده يعتبر. والطبقه بقى اللي فوق، انا النهارده ما حطيتش ولا جبن ولا وش قشطه ولا وش حاجه. اكتفيت بس كده، وتطلع وشها. شوف هيطلع برضو معاك في الاخر عامل ازاي، عشان لو انت ما عندكش برضو جبن او حاجه ما توقفيش تقولي لا ده الوش الجبن كده كده فانت بقى لو عندك جبنه عايزه تحط شيدر، عايزه الجبنه عايزه تحط رومي، انت براحتك. بس خدي بالك لما تيجي تحط رومي او كده من انها بتبقى مالحه شويه. المهم يعني انت كده كده لو مش عايزه تحطي، هتطلع بالوش الجميل اللي انت هتشوفيه ده اهي. بس كده زي ما احنا كنا حاطينها، ما حطيناش عليها حاجه خالص، ولا ده ولا ده. فانت بقى اللي يعجبك حطيه، والامكانيات اللي عندك اعمليها. زي ما بقولك بقى، انا سبت شويه شاورما عملتهم في سندوتشات للي مش هياكل المكرونه بشاميل. حط عليها بقى اي صوصات عندك، مايونيز، كاتشب، مستردة، اي حاجه. ده على ده اللي تفضلوه بقى حطيه. بطاطس ماليه اتلهفت مني شويه، سبتها ورحت اصلي العشاء. اه والله نسيت ان انا حطيت بطاطس اساسا على النار. فلا مش مشكله اتاكلت. بس كده. لو انت بقى عايزه تقلي مع المكرونه دي بانيه عادي. ناس كتير بتفضل معاها البانيه، هما العيال بيحبوها بس كده، فخلاص ما برضاش بقى، مش تكلفه هي وخلاص. بنعمل بس المكرونه كده بالفراخ او باللحمه زي ما انت عاوزه، سندوتشات اهيت، والصوصات اللي انت بتحبيها، واقلي بطاطس او هات شيبسي. هاتي حاجه ساقعه اللي تحبيه بقى معاها مع الاكله دي. هي كده كده المكرونه البشاميل بتاكل نفسها. وبعدين يوم بقى بنغير فيه يعني. بقى كده كده مكرونة كل يوم بنحتار. مكرونة كنت هعمل الشاورما دي واحطها على وشها كده في صوص احمر او كده، وخلاص قلت خلاص طالما كده كده هعمل دي وهعمل دي، اعملها في بشاميل طالما اللبن موجود.